ايه ده يا ابني؟ ايه العربيه اللي واقفه هنا دي؟ انا مش عارف يا حاج ايه الدوشه دي؟ العيال مربوطه يا حاج. عيال ايه؟ العيال بتوع الانجاب دول. ايه ده؟ طب بلغ البوليس يا يوسف، اعمل اي حاجه. بقول لك ايه الاستعجال في الحاجات دي وحش. سامعيني كلكم؟ وحش. قصدك ايه يا يوسف؟ نفضل قاعدين يعني حاطين ايدينا على خدنا؟ اصل هو لو خطف اكيد اللي خطفوه دول هيكلمونا يقولوا لنا طلباتهم، بس نبلغ البوليس وهو يتصرف. انا شايف ان احنا نستنى لغايه الصبح، يمكن ما يطلعش خطف ولا حاجه. ازاي يعني وانا سايبه السواق غرقان في دمه؟ اكيد الناس دي ما بتهزرش. ايه ده؟ ده رقم الحاج سيد. ايه؟ رد يا ابني. افتح الميكروفون. يا رب ألو. يكون واقف سليم. ايوه انا ابني. احب ابلغكم ان والدك عندنا في الحفظ والصوت. طب ممكن تسمعنا صوته الاول؟ هتسمع صوته بعدين. لو عاوزينه يرجع لكم تدفعوا لنا 5 مليون قرن. لو اتصلتوا بالبوليس هنذبح ابوك. هندفع لهم اي حاجه، المهم بابا يرجع. ها رايكم ايه؟ نبلغ البوليس ولا نبتدي ندبر في المبلغ بتاعهم؟ السؤال الغريب دلوقتي، هم ليه اتصلوا على الموبايل بتاعنا بالذات؟ ليه مش موبايل يوسف او اي حد تاني؟ جايز عرفوا يجيبوا نمرتك عشان انت صحفي، سهله بالنسبه لهم. يا جماعه مش عايزين نضيع وقت، احنا نبلغ البوليس لا يقتلوا الحاجه ولا يعملوا فيه اي حاجه. ارحموني بقى، ده انتوا حتى مش عارفين تتفقوا على راي واحد وسايبين الراجل بين الحياه والموت. ما هو لازم نفكر كويس، مش لازم نضحي بيه. ده ابونا برضه. ياه من قلبك يا كيمو الكلام ده حنين. جرى يا يوسف، هتحاسبني على نيتي ولا ايه؟ ما سمعتناش رايك يعني يا عم ايهاب يا صاحب القلم الجريء. انا ما بفهمش في شغل العصابات دي يا يوسف، بس عموما انا مع راي الجماعه. يا يوسف ما سالتنيش عن رايي يعني ولا مش شايفني؟ مع ان انا طلعت بطاقه ومكتوب فيها وحيد سيد الدقاق، ولا الكلام ده ما بياكلش معاك؟ بقول لك يا وحيد، انا مش فاهم الحواديت بتاعتك دي، انا فوق دماغي بلوه زرقاء مسيحه. بلوه ايه؟ ما تفهمني. افهمك ايه؟ في حد فيكم فكر الفلوس دي هتتدبر منين؟ يا عم هو حد عارف لكم حاجه؟ عارف فلوسكم دي منين ولا ماشي شغلكم ازاي عشان تقطمنا؟ لا ما احنا كمان يا جماعه ان الاوان ان احنا نساعد اخونا شويه. يا جماعه الشغل اسرار ويوسف ما بيحبش كده يعني. هو في انتوا دخلتونا في موضوع تاني ليه؟ انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هندفع اللي مطلوب مننا طبعا، امال هنعمل ايه يعني؟ هندبر المبلغ باي طريقه، نبيع البيت نبيع الوكاله نعمل اي حاجه، المهم بابا يرجع لنا بالسلامه ولا ايه؟ هيرجع يا سمر، هيرجع يا حبيبتي متقلقيش. سلام يا سلام. عارفين يا جماعه احلى حاجه في يوسف قلبه الكبير. البن المظبوط ليوسف بيه. استنى يا صالح. عمر يا باشا. بقول لك ايه، انت بتيجي المكتب الساعه كام الصبح؟ باجي كل يوم الساعه 8، بسيق اوضه العينات والسكرتاريه واكنس المكتب. يعني انت اول واحد بيجي؟ تمام كده يا باشا. طب قول لي كده، اليومين اللي فاتوا دول زكي كان بيجي الساعه كام؟ 9، 9:30 في ميعاده بتاع كل يوم. طب امبارح واول امبارح ما لاحظتش ان في حد جه بدري عن ميعاده شويه؟ مفيش غير الست دلال وفرح جم اول امبارح بعد ما فتحت على طول. دلال كانت بتعمل ايه بقى؟ معرفش يا باشا، عشان قالت لي انضف بره لحد ما تخرج. مشيت على طول؟ غابت بتاع 10 دقايق كده وخرج. بتسأل ليه يا باشا؟ اتكل على الله يا صالح، اتكل على الله. عملتها بنت الحرمانية. يعني انت فكرت كويس في اللي بتقوله ده يا وحيد؟ بقول لك ما نمتش طول الليل، عمال اقلبها في دماغي يمين في شمال، لقيت ان انسب حل ان اروح الوكاله. بس احنا مش عايزين الخطوه دي ترجعنا لورا. يوسف مش سهل. الخطوه دي مهمه جدا،
انت مش سامعه عمال ينبط بالكلام ويقول لك الحمل كله على كتافي؟ خلاص اروح واشيل معاه الحمل، وبالمره بقى اعرف حقوقي، وانا مش ليا حقوق. بس الوكالة دي مش وكر كده بالسهل أي حد يدخله. قصدك ايه يا دلال؟ قصدي لو وحيد عايز يروح الوكالة ويكمل لازم يعرف يكسب الناس اللي هناك ازاي. هو ده الصح. ده انت واقفه تتصنطي علينا بقى. أنا بتصنت. الحكاية صدفة كلها وأنا نازلة السلم سمعت كلامه، وعموما لو مضايقك كلامي أنا همشي. لا 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 لا، مضايقه ايه؟ مضايقه ايه يا دلال؟ ودي تيجي؟ يا وحيد دلال قعدت في الوكالة فترة طويلة جدا، عارفة كل أسرارها. يعني أنت لو عايز تروح بجد هي اللي ممكن تقول لك تعمل إيه وتخش إزاي. هات اللي عندك يا ست دلال، جايز الشفا يطلع على ايديكي. للأسف أنا النهاردة تعبانة قوي ومش هقدر أروح الوكالة، بس خدمتي ليكوا بقى انتوا الاتنين أقول لكم يوسف بيعمل إيه في الوكالة من ورا أبوكوا. افهم من كده بقى ان اتفقتوا كلكم بربطة المعلم انكم ما تبلغوش البوليس. قلنا نصبر شوية، أصل أنا الحقيقة مش هاضم حكاية الخطف دي. حاسس كده إن في ملعوب. ملعوب؟ انت بتشك في حد معين يا كمال؟ أنا بفكر مين اللي له مصلحة في خطفه. لا ما تفكرش كتير. سيد الدقاق 100,000 واحد بيكرهه عاوز يخطفه أو يقتله. اللي بيكرهه هيفكر له في بلوة تانية غير الخطف. أنا اللي شاغل بالي حاجة تانية. إيه هي؟ اللي خطفوه لما اتصلوا قالوا إن هم عايزين الفدية بعد أسبوع. اشمعنى يعني أسبوع؟ عاوز تقول إيه بالكلام ده؟ عايز أقول إن في حد له مصلحة في غياب سيد أسبوع بالتحديد. والحد ده إحنا نعرفه كويس. أنت بتلمح عليا يا كمال. يا حاج أنا بفكر معاك بصوت عالي مش أكتر. لا يا كمال، ده مش أسلوبي ولا دي طريقتي. أنا لا بعرف أخطف ولا أقتل، ومش من مصلحتي أبدا إن أنا أخطف سيد الدقاق. حاج إيه بالكلام ده؟ ده إحنا في مركب واحدة. أنا بس اللي مش مطمن. حاسس كده إن في حاجة غريبة. يبقى لازم حد فيكم يكون موجود في الوكالة. علشان كده أنا موافق على اللي هيعمله وحيد، إنه ينزل يقف في الوكالة. الله 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 الله. وحيد هينزل يروح يقف في الوكالة؟ الله الله، ده الواد ده بقى فرد قوي، ده طلع ولد بجد. أهو يعوض شوية من الظلم اللي شافه. اسمع يا كمال، لو ناقصتكم أي سيولة أنا تحت أمركم. عارف يا حاج، استنى بس لما نشوف إيه اللي هيحصل.